فضيلة الشيخ، يعني من وحي سورة الإسراء، كيف ممكن نفهم العلو الأول والثاني لبني إسرائيل اليوم؟ بالنسبة لبني إسرائيل، اختارهم الله وفضلهم على العالمين وأرسل فيهم عددا هائلا من الرسل وأعطاهم كثيرا من المعجزات، فلم يحمدوا هذه النعمة ولم يشكروها لله، فجعلهم الله شرار الخلق ومسخ كثيرا منهم قردة وخنازير، وجعل البقية الباقية منهم مخلوقة للمذلة والهوان، كتبت عليهم الذلة والمسكنة إلى يوم القيامة. وتعهد الله أن يسلط عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، كما قال الله تعالى: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وحكمة الله في خلقهم الأذية، فهم يؤذون الناس، فهم أولا أعداء الله من خلقه، كما قال الله تعالى: من كان عدوا لله، هم اليهود المعادون لله. ثم أعداء الملائكة الكرام، هم أعداء جبريل، قالوا هذا عدونا من الملائكة، قال الله: من كان عدوا لله وملائكته. هم أعداء الرسل، فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. هم أشد الناس عداوة للذين آمنوا، كما قال تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. وهم أعداء الكتب المنزلة، كانوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وهم أعداء الاقتصاد، كما قال الله تعالى: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وكما قال تعالى: أكالون للسحت. وهم أعداء البشرية كلها بسعيهم للفساد في الأرض، كما قال الله تعالى: ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. فهذه عداوتهم لله ولأنبيائه ورسله ولملائكته ولكتبه وللمؤمنين به ولخلقه من البشر جميعا، وللاقتصاد والخير في الأرض. وقد تعهد الله لهم بدولتين. الدولة الأولى أقامها نبي الله داود وورثه سليمان فيها، وكانت دولة بدأت بالنبوة ثم انحرف الملوك بعد الأنبياء فيها، فلما انحرفوا سلط الله عليهم الفرس والبيزنطيين الروم، فأسقطوا دولتهم وطردوهم من الأرض المقدسة. وبين الله ذلك في كتابه، فإن الله قال: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. هذا الوعد بدولتين. فإذا جاء وعد أولاهما، هي الدولة الأولى، بعثنا عليكم، الخطاب لبني إسرائيل، بعثنا عليكم عبادا لنا هم بخت نصر ومن معه من الفرس والروم البيزنطيين، عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا، أي أنه قد تحقق في الماضي وقت نزول الآية. ثم رددنا لكم الكرة عليهم، هذا الخطاب لنا معشر المسلمين، ثم رددنا لكم يا معشر المسلمين الكرة عليهم، على أولئك العباد، على الروم والفرس، ففتح المسلمون الشام ومصر والعراق، وفتحوا أرض الروم والفرس. رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. جعل الله المسلمين أكثر نفيرا من الروم والفرس، ورد لهم الكرة عليهم. وهذا الحاصل، هذا الذي حصل بفتح العراق والشام ومصر وغيرها. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. هذا تاريخ الأمة صعودا وهبوطا بحسب إحسان قادتها وأمرائها وحكامها. فإذا أحسنوا ويمكن الله للأمة ويأتي الفتح والنصر، وإن أساءوا تأتي الهزائم. أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. ثم بعد ذلك فإذا جاء وعد الآخرة، جاء وعد دولة اليهود الآخرة، وهي الثانية وهي التي قامت الآن، ليسوءوا وجوهكم، أي ليسوء اليهود وجوهكم يا معشر المسلمين، وذلك بما نشاهده الآن من أذيتهم لأهلنا في فلسطين وتمكنهم من العالم كله وسعيهم للسيطرة على القرار في كل أنحاء العالم، وليدخلوا المسجد، يحتلوا المسجد الأقصى كما دخلوه أول مرة في الدولة الأولى، وليتبروا تتبير الإفساد ما علوا، إما أن يكون المعنى مدة علوهم أو أن يكون المعنى ما علوه من الأرض تتبيرا. فذلك يشمل
ما نراه الآن من القصف والتهديم وقطع الزيتون والإهلاك الحرث والنسل وغير ذلك ليتبروا ما علوا تتبيرا. ثم جاء الخطاب لنا معشر المسلمين فقال عسى ربكم أن يرحمكم يا معشر المسلمين، وإن عدتم عدنا، أي إن عدتم للجهاد في سبيل الله عدنا لما عودناكم من النصر والتمكين وجعلنا جهنم للكافرين إلى اليهود حصيرا. فهذه سلسلة هذا الأمر، وصدق الله تحقق كل هذا، ونحن الآن في زمان تسقط فيه دولتهم الآخرة ويتفرقون في الأرض كما كانوا، بالأخص في جهة الشرق يذهبون إلى إيران، فسيخرج مع المسيح الدجال عند نزوله منهم، عند خروجه منهم 70,000 من يهود إصفهان أي إيران على رؤوسهم الطيالسة. وبعد ذلك تقع الحرب الثانية وهم يغزون حينئذ الشام مرة أخرى، يغزون فلسطين مرة أخرى. فإذا غزوها وجاء المسيح ابن مريم عليه السلام والمؤمنون معه فإن الحجر والشجر يتكلم يا عبد الله يا مسلم هذا يهودي خلفي فتعالى فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. وحينئذ ينزل المسيح ابن مريم حكما عدلا لا يحل لكافر أن يجد ريح نفسه إلا ذاب كما يذوب الملح في الماء وإن نفسه لا يبلغ ما يبلغ بصره، ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويسقط الجزية ويحكم بكتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي ننتظره. فالآن مضت الدولتان دولتا اليهود وبقي فقط حشرهم من الشام المرة الأخيرة الذي قال الله فيه فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، وذلك مع المسيح الدجال. يعني هذه المرحلة لم تتحقق بعد، لكن جميع الشروط اللي ذكرتها تحققت يعني الدولتان تحققتها. والآن ستسقط هذه الدولة وسيخرجون من الشام وسيتفرقون، وغالبيتهم ستتجه إلى المشرق وسيكونون ينتظرون المسيح الدجال، فإذا خرجوا معه ويحاولون أن يجمعوا شتاتهم مرة أخرى إلى الشام إلى القدس وما حولها حتى يقتل المسيح الدجال برملة لد أو بباب اللد، وهناك يقتله المسيح ابن مريم وتقع المعركة الفاصلة بينه وبين المسلمين هناك.